انا النهارده هتكلم غير كل الزملكاويه هقول رايي في النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، وان هو فعلا لعب مباراه جيده جدا قدام بورتو، وعرف يلعب هجوميا جيد جدا، وغير كده عرف يلعب المباراه كامله بدنيا، وعرف يلعب الشوط الاولاني والشوط الثاني غير كل المباريات اللي قبل كده. كان يا دوبك بيلعب الشوط الاولاني وينزل الشوط الثاني يقع بدنيا ويتغلب، لكن في مباراه بورتو هجوميا كان جيد جدا جدا. وزي ما اشدت بهجوم النادي الاهلي قدام بورتو لازم نتكلم عن الدفاع، لان فعلا الدفاع يخش فيه 4 تجوان بالشكل اللي احنا شفناه ده، ان هو فعلا دفاع النادي الاهلي سيء جدا في بطوله كاس العالم للانديه، لان فعلا النادي الاهلي اهتم بصفقاته في الهجوم وفي نص الملعب وما اهتمش بصفقاته في الدفاع، وعلشان كده النادي الاهلي دفاعيا سيء جدا وعنده مشكله في الدفاع. وزي ما اشدت بهجوم النادي الاهلي واتكلمت برضو عن دفاع النادي الاهلي وقلت ان هو دفاع سيء جدا، لازم نتكلم عن نص ملعب النادي الاهلي اللي هم نسوا ان عندهم لاعب اسمه اليو ديانج وما نزلوش في البطوله خالص، ونزلوه اخر ربع ساعه في اخر ماتش في البطوله، وكانوا على طول بيلعبوا بمروان عطيه وبيلعبوا بحمدي فتحي، وهم كانوا الاسوأ في البطوله. الاعلام المصري هيأ للرأي العام في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا ان النادي الاهلي رايح كاس العالم للانديه عشان ياخد البطوله ويجيب الكاس ويجي مصر ويشرف مصر ويشرف افريقيا ويشرف الوطن العربي، وهو ده اللي بيعمله الاعلام على طول، مخلي النادي الاهلي داخل مصر النادي الاوحد في مصر، ومخلي النادي الاهلي في الوطن العربي النادي الاوحد في الوطن العربي، ومخلي النادي الاهلي في افريقيا النادي الاوحد في افريقيا. عاوز دلوقتي كمان يخليه النادي الاوحد عالميا واحسن نادي في العالم. وعلشان كده الاعلام هو سبب من اسباب خروج النادي الاهلي من كاس العالم للانديه، لان هو خلى لعيبه النادي الاهلي ما ركزتش في البطوله، وكان تفكيرهم على طول متشتت، لان على طول كل يوم في جلسات تصوير، كل يوم في جلسات تصوير للعيبه مش مركزه في الملعب ومش مركزه في التدريبات ومش مركزه في البطوله اصلا، وحسسوهم ان هم هيجيبوا كاس العالم للانديه ويرجعوا، مع ان كل الانديه اللي مشاركه في كاس العالم للانديه ما عملتش 1% من اللي عمله النادي الاهلي اعلاميا، وفعلا كان كل الانديه مركزه في كاس العالم للانديه الا النادي الاهلي كان مركز في الاعلام فقط. وحابب اقول برضو ان سبب من اسباب خروج النادي الاهلي من بطوله كاس العالم للانديه ان النادي الاهلي كان اكبر بعثه مسافره للبطوله في كل الانديه اللي كانت مشاركه في البطوله. وحابب اتكلم برضو في مكاسب النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. اول حاجه مكاسب الماديه 11.5 مليون دولار، 9 مليون ونص بسبب المشاركه و2 مليون دولار بسبب التعادلات. من اهم مكاسب النادي الاهلي في كاس العالم للانديه والاهم وهو ظهور اهم 3 لعيبه في النادي الاهلي بمستوى رائع في ماتش بورتو، ميزو واليو ديانج وبن رمضان، ودول برضو من اهم مكاسب النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وهي دي الاسباب اللي ادت الى خروج النادي الاهلي من كاس العالم للانديه، وحسسوا اللعيبه ان البطوله دي سهله، وخلوا اللعيبه كمان مش مركزه في البطوله، وكانوا بيخلوا اللعيبه كمان بعد كل تدريبه يطلعوا مع عائلاتهم يعملوا شوبينج، وهو ده اللي ادى الى خروج النادي الاهلي من كاس العالم للانديه.